شرفوا لأعطيكم الإثبات الألف إنه العرب بأوروبا فرنجين ما بيسوا، فرنجين. يلي عم يعترض على كلامي رح نحكي لكم هالقصة بالدليل القاطع. عربي بأوروبا كلب، سوري بأوروبا أكلب وأحقر، لأنه السوريين بين بعض عم يشتغلوا ببعض، السوريين بين بعض عم يتقاتلوا مع بعض، عم يحكوا على أعراض بعض، عم يحكوا على شرف بعض، وكل واحد بيحكي على شرف سوري بيكون ما عنده شرف. الدنمارك، وما أدراك ما الدنمارك. تواصل معي شاب عمره 34 سنة، يعني بزهرة شبابه. من وين؟ من مشفى الأمراض العقلية. تواصل معي من مشفى الأمراض العقلية. حبايبي هذا الفيديو مدته أقل من 3 دقايق، أنا اختصرته كتير ب10 كلمات مشان ما يضيق خلقكم. بس عم تنسوني وعم تنسوا تدعموني بالمتابعة، وعم تنسوا تدعموني ولو بتعليق، لأنه صاروا أعدائنا كتار. جنداوي، فنداوي، خنداوي وشلتو، وهالمعقبين المعاملات الكلاب، السفلة والمهربين الأسفل، هن أعداء هالصفحة. عم يحاربوها، وانتو سندي وسند هالصفحة وسند كلمة الحق وسند فضح أوروبا وسفالة وحقارة وعهر أوروبا. اتصل من الدنمارك شاب بزهرة شبابه عمره 34 سنة، راح على الدنمارك وعمره 22 سنة. بعد سنتين الشاب بيحط نظارة. بعد سنتين راح عند الدكتور وقال له أنا بدي أشيل النظارة، شو حلتي؟ قال له بنزرع لك قرنية. قال له ازرع لي قرنية يا دكتور. طبعا مثل العادة يعني الدنمارك ما لا أحسن من ألمانيا، وألمانيا ما لا أحسن من فرنسا، وفرنسا ما لا أحسن من هولندا. الطب كله بأوروبا ما بيسوى صرماي وعتيقة ما بيسوى. أنا اليوم رح أمسك أعصابي شوي وما رح أزفر بالحكي، مشان نجرب حالي. إذا نحن حكينا بأدب وأخلاق بيتغير النمط شوي. قال له رح نزرع لك قرنية. قال له أبشر يا دكتور. زرع له قرنية. بعد فترة من الزمن قليلة، أشهر قليلة، صار الزلمة يوجعه راسه وتوجعه عينه، عيونه التنتين يوجعوه. راح عند الدكتور، يا دكتور دخيلك 24 ساعة راسي عم يوجعني ما عم يطيب. يا جماعة ادعوا له الله يعافيه ويشفيه، لأنه آخر الفيديو الصدمة الكبيرة يلي ما حدا متوقعها بالكرة الأرضية كلها يصير بالدنمارك، يلي حتسمعوه بآخر الفيديو. أخواتي راسه عم يوجعه. نحن إذا راسنا وجعنا ربع ساعة بنركض بدنا نشرب حبة بنادول، وبنركض بدنا نشرب سيتامول، وبنركض مشان يطيب وجع راسنا. فشو رأيكم بزلمة عم يوجعه راسه 24 ساعة على مدار 3 سنوات وراسه عم يوجعه وعيونه على مدار 24 ساعة لدرجة الإبر ما تتكنن له راسه؟ شو رأيكم انتو؟ بعد فترة من الزمن لك الزلمة رح يجن، وجع راس، فات على المشفى قال لهم أنا راسي عم يوجعني شوفوني. دكتور العيون اللي سواله عيونه، طبعا هي بعد العملية طلعت ظهرت عليه. قال له عيونك ما فيهم شيء، راسك ما في شيء، خذ دواء مسكن، شراب مي، فوت شخ كتير على الحمام. بعد فترة طويلة من الزمن فات هذا الزلمة على المشفى، كسر المشفى. طبعا التهمة مثل العادة جاهزة، تهمتك مريض عقليا نفسيا جسديا، بدك حط بمشفى الأمراض العقلية. ليش؟ لأنك عربي كلب ما عندك أي قيمة، لأنك عربي صرماي ما إلك أي قيمة، لأنك عربي زبال شحات جاي تسرق وتشحد بدولنا الأوروبية، قيمتك قيمة الصباط. حطوه بمشفى الأمراض العقلية 8 سنوات وراسه عم يوجعه وعيونه عم يوجعوه. 8 سنوات عيونه عم يوجعوه وراسه عم يوجعه. كل ما يجن الزلمة يقوم يكسر يطبش يحطوه. حكى معي من غرفة فيها كنباية وطراحة، بس حيطان وكنباية وطراحة. ليش؟ لأنه بيشكل خطر على حاله وعلى المجتمع. بعد 8 سنوات أولاد العهر قرروا يصوروا له راسه كله. شو بو هذا الزلمة؟ شو في براسه؟
هذا الزلمه مجنون. تعالوا نشوف وين عرق الجنان اللي ضارب براسه. بيكتشفوا يا اخواتي ويا حبايبي انه الدكتور زارع له قرنيه فوق القرنيه، قرنيه فوق القرنيه زارع له بالدنمارك. وين الطب؟ لك والله بسوريا لو صارت ليقطعوا له ايديه للدكتور. لهلا لغايه اليوم بسوريا يلي انتم عم تحكوا عليها، يلي تركتوا سوريا وطلعتوا على اوروبا لتورجوا عهركم وسفالتكم للناس وتورجوا قله شرفكم وقله كرامتكم وقله وجدانكم وقله ناموسكم للناس، بسوريا لحد هاللحظه هي ما بتصير هالقصه، ما بتصير. باوروبا عم يعاملوكم معامله الحيوانات الشارده وانتم قاعدين عم تألهوا اوروبا. انا وعدكم ما طول، ادعوا له يا اخواتي لهذا الشاب، الله يعافيه ويخفف عنه. وبعد 8 سنوات ما اكتشفوا انه عنده قرنيه ثانيه، بعثوا للمحكمه انه هذا الزلمه ماله مجنون، هذا الزلمه في شيء خطأ طبي لحتى هيك صار معه. عم يستنوا الجواب من القاضي. طبعا الجواب من القاضي لا تواخذنا، خلص طالعوه، شوفوا شو بدكم تساووا، زدتوه وين ما بدكم طالعوه، خلص نحن اسفين. دمروا له حياته، دمروا له مستقبله، دمروا له اعصابه. 10 سنوات وجع بشكل دائم، وبالاخير ما حيطلع منا شيء لانه عربي، لانه عربي شحات. هو لا، هو زلمه ماله شحات، بس نحن كلياتنا باوروبا بنظرهم حساله، شحادين، زبالين. بس اللي ما عنده شرف وما عنده اخلاق بيضل نايم وغفلان.